وسعداء أنه كل هذا الكم هو يدعم ويساند أحلام الشباب ويساند الشباب في تحقيق أحلامهم. شكرا جزيلا لكم. وبالحقيقة يعني أنا صعدت هسه لأن العريف الحفل تأخر وهسه راح يصعد، فحبيت أسوي مقدمة بسيطة لكم. بدأ الحلم الذهبي وياي من 2017 بعد ما أخذت جائزة صناع الأمل، فكنت واقف على الستيج، كانت الفرحة كلش كبيرة. اليوم أنا شهادتي في هشام الذهبي، وهذا المشروع الكبير، وهذه السنة الثالثة لانطلاق هكذا مشروع يمهد للشباب الواعد حقيقة أن يقدم خدمة كبيرة إنسانية لمن لديه حقيقة طاقات وخبرات وكفاءات لكن لم يجد دعما كافيا. كمبادرة فهي مبادرة قلنا الأولى من نوعها، فتجيب شباب اللي ما ممكن تبرز مواهبهم أو المشاريع اللي عندهم، ناس مغمورين، ناس ما حد يعرف بيهم، تنطيهم فرص للصعود. وصارت ناس صعدوا، يعني كل بأول سنة كانوا متسابقين، ثاني سنة صاروا باللجنة التحكيمية. إدوارد مونك من أشهر الرسامين في العالم رسم هذه اللوحة وأسماها الصرخة الإنسانية. أنا شاهدت هذه الصرخة الإنسانية، هي تأتي على مقاس صاحب الصرخة الإنسانية في العراق والذي دافع عن الطفولة في العراق، هشام الذهبي. مشروع حلم الذهبي هو مشروع الوطن العربي ككل، لأنه نحن بأمس الحاجة إلى هكذا مشروع وإلى تشجيع المبادرات. موضوع تحفيزي، موضوع حتى ملائكي، اسم على مسمى ذهبي بصراحة. يعني أقول لك أنقل لك صورة عندنا بالنرويج، الرجل زارنا مرتين ثلاثة، وحتى على مستوى أوروبا بلش ينعرف. وأنا فعلا أتمنى من أستاذ هشام أن هذه المبادرة ما تكون بس الحلم الذهبي عندكم في العراق، تكون في الوطن العربي كله إن شاء الله، لأنه هو بدأ شيء نبتة صغيرة والحين صارت شجرة كبيرة معطاءة، فإن شاء الله تكون في الوطن العربي كله. لكن الإيد العين بصيرة والإيد قصيرة. احنا اليوم يعني كل موسم 10 أشخاص نسعى لتحقيق أحلامهم، ولو بيدي كل المشتركين أحقق أحلامهم. بس هي رسالتنا للحكومة العراقية، لازم تتابع هذه الأحلام ولازم تتابع هذه المبادرات، لأن كثير منها تخدم المجتمع العراقي.